أصدقائي وصديقاتي، نهاركم سعيد. في بعض المتابعين عندي طلبوا مني إن أنا أعمل جولة حرة في بعض مناطق اسكندرية وشوارعها، والحقيقة أنا كنت عاملة الحاجات دي قبل كده. كنت عاملة منطقة زيزينيا، وكمان الحي اللاتيني، وشارع مسجد الهدايا كنت عاملاه، وكل ده موجود على القناة بتاعتي، قناة نعومي. النهاردة جولتنا هتكون في شارع سوريا. شارع سوريا في منطقة رشدي في اسكندرية، تعتبر من أرقى الأماكن في اسكندرية. وشارع سوريا بيبدأ من شارع أبو قير لحد البحر. وأكيد كلنا عارفين إن شارع سوريا كان بيتميز بالقصور والفلل الفخمة الجميلة العتيقة والعمارات الشيك، وكان معظم سكان منطقة رشدي وشارع سوريا وكمان منطقة كفر عبده صفوة المجتمع. دلوقتي موجودين في شارع أبو قير. طبعا العمارة دي خلاص أخلوا السكان منها، وعلى وشك إن هم يهدوها، مع إنها تعيش كمان 100 سنة. وطبعا ده الديب مول، وهنا محل هنو للملابس السيدات، هو يمكن اسمه دلوقتي تورينو هانو. طبعا الديب مول قبل ما يتبنى كان فيلا، كان ساكنين فيها ناس يونانيين. احنا دلوقتي في بداية شارع سوريا. شارع سوريا زمان كان اسمه دكتور روفر، ده كان قبل ثورة 52. دكتور روفر كان كبير مسؤول المحاجر الصحية في عهد أو عصر محمد علي باشا، واتسمى شارع سوريا بعد ثورة 52 لما كانت مصر وسوريا جمهورية عربية متحدة، وكانت الوحدة في عام 1958، وبعد كده انفصلوا في عام 1961، والشارع اتسمى في عصر جمال عبد الناصر بشارع سوريا. المحل ده اسمه سوان لملابس الأطفال، وجنبه في محل اسمه ندت لملابس السيدات والحوامل وكمان ملابس الأطفال. وهنا ده واخد الزاوية يعني ما بين شارع سوريا وشارع الترام. احنا هنا وصلنا لمحطة ترام رشدي، طبعا من أشهر المحطات. احنا خدنا كده زاوية. هنا بقى الجزء التاني من شارع سوريا بعد الترام. هنا في الفيلا دي قديمة جدا من سنة 1927، أخدها إيرام عملها محل دهب. وهنا جبنا الزاوية من فوق بحيث ان انتوا برضو تشوفوا الشكل بصفة عامة. هنا الفيلا اللي على أول ناصية شارع سوريا، والعمارة اللي في الوش دي ده كان بيت صغير اتهد واتعمل عمارة عالية، يعني بقاله حوالي مثلا كده ما يعديش 5 سنين، يعني 4 سنين 5 سنين أقل كمان من كده. ده أول شارع سوريا من الترام. هنا بقى المباني بتاعت زمان والقديمة. على يمنا هنا دي مدرسة رشدي، الأول فيه بنك مصر، وبعد كده مدرسة رشدي الثانوية للبنات. دي كانت انشأت عام 1957. وهنا يعني الشارع طبعا فيه مجموعة بنوك، كان في مترو في الجزء هنا على ما أظن كده هم قافلين أو بيجددوا. دي هنا دي فيلا أو بنك الصادرات، هقول لكم معلومة عنها دلوقتي. على ناصية شارع عبد الحميد العبيدي، وخدت لكم زاوية من فوق بحيث ان انتوا تشوفوا الفيلا دي. عايزة اقول لكم ان الفيلا دي
كانت معروضة للبيع سنة 1964. اهو بصوا شكلها ايه، كانت معروضة للبيع ب16,000 جنيه. تخيلوا سنة 1964 كانت معروضة للبيع ب16,000 جنيه. دلوقتي البنك أخدها، والحقيقة دايما بيجدد فيها، وهي جميلة جدا مميزة قوي. وده ناصية شارع عبد الحميد العبادي، وهنا دي المدرسة بتاعت رشدي. وده شارع سوريا آخره. واحنا هنشوف دلوقتي شوية حاجات، هنشوف برضو في قصور هنا في الشارع هنشوفه برضو. احنا هنا يعني وصلنا لنص شارع سوريا. اكيد كلنا لنا ذكريات هنا في المكان. دايما كان اللي يحب ينزل شاطئ ستانلي كان بيجي من هنا. هنا برضو مجموعة فيلل. هنا دوت فودافون. الشارع ده اسمه الشهيد سمير زادة. واللي في الوش ده المحل ده اسمه ميك ماك، طبعا للملابس المستوردة للسيدات. والمحل اللي في وشه الناحية التانية برضو ميك ماك لكن للرجال، ده رجالي وده حريمي. ده شارع سمير زادة أو الشهيد سمير زادة. ده ميك ماك المحل اللي أنا بقول لكم ده للسيدات وده للرجال. هنا كمان في محل للسجاد، الحقيقة أنا ناسية اسمه. وهنا في مجموعة دكاترة، عيادات للدكاترة من زمان. هنا في استوديو اسمه يسري برضو من فترة طويلة. وكمان محل بيكسي للأحذية والشنط الحريمي، وكمان محل جل موجودين هنا. بيكسي ده يعني جديد، يعني مش بقاله كتير. شوفوا المنظر وجماله. شوف شارع سوريا، الله عليك يا اسكندرية، قد ايه المنظر جميل. اللي يشوف ده ما يقولش ابدا في اسكندرية. لا، احنا مش في باريس ولا في اسبانيا، احنا موجودين في اسكندرية في شارع سوريا في منطقة رشدي. هنا برضو دوت القصر عبد الله الصباح احنا هنشوفه. والمكان ده المحل ده اسمه مكتبة إبريم، من زمان جدا على فكرة، من قبل التسعينات. أنا بشوفه من التسعينات، متخصص للموبايلات. وهنا القصر، قصر العروبة أو قصر عبد الله الصباح. طبعا يعني احنا يعني طول عمرنا بنشوف القصر ده بالشكل ده، مفهوش حد، فاضي على طول، المكان تحفة. احنا دلوقتي هوريكم القصر من جوه شكله ايه. احنا لسه دلوقتي في شارع سوريا هنا يعني، واحنا طالعين على البحر على ايدنا اليمين الفيلا الجميلة والعمود الأثري الجميل. بصوا قد ايه الفيلا الجميلة، شكلها عتيق، روعة روعة الحقيقة. جميلة جدا. الحقيقة الفيلا دي من زمان، أنا مش عارفة هي بقالها قد ايه. دي رقم 27 شارع سوريا. أنا جبتها لكم من كل الجهات لأني أنا بحبها جدا. الفيلا دي فيها أشجار عتيقة، حتى الباب بتاعها يعني تحس إن هو من زمان. وهنا دوت قصر العروبة أو قصر عبد الله الصباح. طبعا المكان ده يعني فيه جزء كبير قوي في عمارة الكويت، وفي جزء كبير قوي للعيلة المالكة الكويتية. تحية كبيرة من اسكندرية لكل
أهالينا وإخواتنا في الكويت. الفيلا هنا أنا جبت لكم من كل الاتجاهات. الفيلا دي بقى كانت بتاعت السيدة منى العيوطي، وباعتها من فترة كده من حوالي 7 سنين. هنا القصر أنا جبته لكم بالشكل ده. هي الفيلا دي اللي اتباعت كانت بتاعت السيدة منى العيوطي، اتباعت من حوالي 8 سنين كده، خدتها شركة. وده القصر اللي موجود في شارع سوريا، هنشوفه دلوقتي من جوه، وهنشوف قد ايه الجنينة كبيرة قوي. انا خدت لكم زاوية تانية من القصر في اتجاه تاني. ده كده امام عمارة الكويت. القصر بقى من جوه هنا بصوا قد ايه واسع وقد ايه كبير. بصوا شكله ايه، لكن للأسف هم مش بيجددوه، والجنينة الحقيقة مهملة. ده جوه المكان ده الملحق اللي جوه في الفيلا أو في القصر، هو يعتبر قصر مش فيلا. من جوه الحقيقة المكان كبير والجنينة كبيرة قوي. يمكن في ناس كتير ما شافتش القصر من جوه، انا حبيت انقل لكم صورة بحيث ان احنا شفناه من بره وشفناه من جوه. المكان كبير كبير قوي اهو. الجزء ده احنا بنشوفه من شارع سوريا، وده السور اللي هو موجود في شارع سوريا، لكن انا جايبه لكم من جوه. الجنينة كبيرة قوي. كان في مقولة او في حد بيقول ان القصر ده في البداية كان لواحد اسمه لبون، اللي هو مؤسس شركة الكهرباء في مصر. ان القصر ده كان ملكه يعني في البداية، واشترته سعاد الصباح اللي هي العيلة المالكة في الكويت. فأنا مش عارفة المعلومة دي صح ولا لأ، فحبيت أنقلها لكم يعني بحيث إن احنا بنشوف قصر الأمير عبد الله الصباح. طبعا القصر كبير والجنينة ياريت يهتموا بيها أكتر من كده، بحيث علشان الناس الجيران يعني. شارع رشدي باشا، العمارات اللي على شارع رشدي باشا بتطل على الجنينة، فيعني حتى على الأقل السكان يلموا من بعض ويظبطوا الجنينة علشان تبقى واجهة لهم وتبقى نظيفة، يعني يشموا هوا نظيف ويشوفوا زرع حلو. لكن كده هي مهملة جدا، وحتى المبنى اللي جوه متهالك على الآخر. احنا كده وصلنا نهاية شارع سوريا، او قبل النهاية بشوية. مكان العمارة الضخمة دي كانت فيلا واحد قريبنا، انكل محسن ابو النور الله يرحمه. مجرد ما توفى ولاده باعوا الفيلا. كانت بنته الأستاذة عائشة أبو النور هي صحفية كبيرة جدا. الفيلا اتهدت، يمكن معظمنا شاف الفيلا دي قبل ما تتهد واتعملت العمارة الكبيرة. والعمارة اللي على الناصية دي اتعمل فيها فيلم أبي فوق الشجرة، طبعا من أجمل أفلام وأنجحها أفلام عبد الحليم حافظ ونادية لطفي. أنا هجيب لكم دلوقتي المدخل بتاع العمارة، ودي الناصية التانية لشارع سوريا. المكان اللي فوق ده الأحمر ده جاليري اسمه هاي بوينت لفرش المنازل والديكورات. والمكان اللي تحت ده كان شركة سياحة أو مكتب سياحة، يعني شركة طيران، وغيروها واتعمل محل زانوسي ده لسه جديد يعني ما بقالوش كتير. هنا بقى أنا صورت لكم مدخل العمارة اللي اتعمل فيها فيلم أبي فوق الشجرة. أكيد كلنا شفنا الفيلم ده ودخلناه في السينما لأنه اتعرض لفترة طويلة جدا جدا.
وده هنا مدخل العمارة. حاولت برضو أصوره لكم علشان ترجعوا بذكرياتكم وتعيشوا لحظات جميلة أيام الفيلم ده. أكيد المكان يعني مرتبط بيكم جميعا، مش بالفيلم بس. المكان ده مكان كتير بنعدي عليه وبنزوره لأنه قريب جدا من كوبري ستانلي، وبتمنى إن الزيارة أو الجولة تكون عجبتكم، وإن شاء الله هيكون في جولات أخرى. اللي حابب أصور له أو يكون في جولة تاني يكتب لي في الكومنتات يحب نروح منطقة إيه أو حي إيه. وبشكركم جدا، وإلى اللقاء في حلقة جديدة ومكان جديد.